ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على ألبوم عمرو مصطفى لسه نازل كده حبه حلوين. يلا بينا. ألبوم عمرو مصطفى الجديد يا جماعه هو ميني ألبوم. الألبوم انا كنت فاكر ان هو ألبوم كامل، ميني ألبوم صغير. فاجئني جدا بالفكره دي، وما كنتش متوقع ان عمرو مصطفى هيعمل ميني ألبوم. يعني فكره الميني ألبوم دي عملها من 2009 او من كام سنه، وبصراحه ما كنتش شايف ان هي من الافكار الناجحه جدا. انا عايز ألبوم كامل ان انا اسمعه واحس ان في ألبوم نزل. فدي فكره بصراحه ما كانتش شايف ان هي في صف عمرو مصطفى قوي. التوقيت اللي نزل فيه الألبوم كان توقيت صح جدا، نزل يا جماعه في العيد. فده التوقيت اللي الناس كلها تبقى خارجه من رمضان، عايز تسمع حاجه، عايزه تفرفش، عايزه تخرج. فدي فكره حلوه جدا من عمرو مصطفى. الالبوم انا الاغاني اللي علمت معايا اكتر ممكن اقول ملوش زي يا جماعه، فكره من الاغاني اللي جامده جدا. والالبوم كله عموما فيه اشكال موسيقيه مختلفه، وطريقه عمرو مصطفى الالحان يا جماعه متعوب عليها بجد. انا شايف ان الاغاني دي لو غناها مطرب بجد، يعني مطرب عمرو دياب، تامر حسني، حماقي، هتكسر الدنيا، هتعمل شغل جامد جدا. انما الاغاني مع عمرو مصطفى للاسف بتروح في حته مش لطيفه دايما، الا اغاني بسيطه جدا وممكن يتعدوا على الصوابع. الاغاني اللي نزلت قبل كده يا دايره وسيبوه وسلام سلام، والاغاني اللي نزلت الفتره الاخيره رقصه ومين هيجاريه، يعني المفروض كانوا يتضافوا مع ميني البوم عشان يبقى البوم كامل. لا، هو عامل ميني البوم بالست اغاني اللي جداد اللي نزلوا بس، والباقي كلهم حاططهم لوحدهم كده كانهم اغاني سناجل نزلوا. فدي فكره غلط جدا. انا شايف ان الالبوم كله ينزل مع بعضه عشان نحس ان احنا سمعنا البوم، يا اما يضيف القديم على الجديد، على الاقل هو كمان يكون ليه المكسب اكتر ان هو عامل كده البوم اهو شغال بيتحرك. انما بصراحه الست اغاني دول في كام اغنيه كده ما كانتش داخله دماغي. في اغنيه اسمها تيجي 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 تيجي، دي غريبه، تحس ان في رف في النص ومره واحده يغني عادي. فالاغنيه بصراحه رتمها غريب من حيث التوزيع والالحان. بس هي من اقوى الاغاني اللي انا سمعتها، هي ملوش زي بصراحه لغايه دلوقتي. ان دي من الاغاني اللي انا ممكن اكون في السته كلهم اللي نزلوا عامله معايا دندنه شويه، وكانت معلقه معايا في وسط الاغاني اللي نزلت دول. طب جدا. والمزيكا بتاعتها بصراحه كانت في حته تانية خالص. الالبوم كله معمول بشكل بصراحه قوي، عمرو مصطفى عامل شغل حلو جدا، وربنا يوفقه. يمكن الالبوم ده يكون بدايه كويسه مع عمرو مصطفى، ان هو يبتدي يعمل اغاني ويركز لنفسه اكتر زي ما قال، ومش هيشتغل مع غيره الفتره دي، او هيشتغل مع غيره بس هيبقى مركز اكتر ومدي وقته اكتر لنفسه ان هو يعمل اغاني وينزلها. فدي حاجه كويسه جدا من عمرو مصطفى. الفكره بتاعت الالبوم حتى يا جماعه ان هو ينزله في التوقيت ده، الفكره هي اللي كانت المفروض كانت تبقى البوم كامل. الميني البوم برضو ما كانش كويس، يعني كان يكمل حتى على الاغاني القديمه اللي نزلها عشان يبقى كله البوم كامل مع بعض. يعني بشكل عام ان الالبوم بتاع عمرو مصطفى كان من الالبومات اللي ممكن اقول ان هي مختلفه جدا. عمرو مصطفى كان برضو وحش ناس كتير ان هو كان بقاله فتره ما بيعملش البوم، ما بقاله فتره مش ظاهر في الاغاني، فان هو يعمل البوم بقاله كام سنه ما عملش البوم. ودي بدايه كويسه لعمرو مصطفى، وهو اللي عامل يا جماعه على فكره الانتاج لنفسه. دي حاجه تحتسب لعمرو مصطفى، وان شاء الله الالبوم ينجح ويكسر الدنيا. مش مقتنع بعمرو مصطفى غير بعمرو مصطفى الملحن. المطرب كويس وبحب له اغاني وكل حاجه، بس الافضل لعمرو مصطفى انه يبقى ملحن زي ما هو كده احسن كتير. وبرده كل واحد يقول رايه في الكومنتات، يمكن انا غلط يمكن انا صح، بس انا عايز اعرف رايكم يا جماعه وقولوا لي، انا مش هزعل. وكل واحد بيقول رايه انا بحترمه وفوق راسي طبعا بيتكلم باحترام. وده اللي عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوف اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه نضرب. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.